يا مساء الهنا، يا مساء الحب والسعادة والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. اهلا بيكم في قناتي دوق ودوقني. يا عم دوق ودوقني، وانا كل مرة اقول لك نفس الجملة. برضه مش عايز يدوقني، مش عارفة اعمل فيه ايه ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. بصوا يا جماعة، طبعا احنا بنمر بحاجات كتير جدا طول السنة، بمدارس، برمضان، بفطار طول السنة، بعشا طول السنة. طبعا الواحد بيزهق، ده جبنه بيضه، ده جبنه رومي، ده جبنه علب، ده مش عارف ايه. طب وبعدين، طب احنا عايزين نغير. طب فينا مثلا بيروح الهايبر ماركت مثلا، بيروح يجيب جبن بتبقى مصنعه، يعني السوبر ماركت بيجيبها. وجبن قريش بنسوها، ايوه عشان انا بحبها. بيروح يجيب الجبن وبيعمل منها أطعم مختلفة، مثلا يعني أطعم كتير من الكيري، أطعم كتير من اللبنة، أطعم كتير من الجبنة العادية، بس بأطعم زي سلطات الجبن كده. فأنا قررت إن أنا عايزة أعمل حلقات، سلسلة حلقات يعني من الجبن. تمام. فأنا قررت أول حاجة هبتدي بيها هي الجبن منتجات كارفور. تمام. الكيري. آه، يعني هو جايب الكيري وعامل منها اطعم كتير. بصراحه كان في طعم كمان انا ما جبتوش، معلش سامحوني، عشان هو طعمين كمان. شطه، وكان حاجه تانية، بس طبعا عشان انا ما باكلش الشطه يا جماعه، معلش سامحوني، انا مش هاكل الشطه. مهما حصل مش هاكل الشطه، لا، بخاف منها. تمام. فانا جبت لكم جميع الاطعم، فقلت برضو يعني تبقى مثلا عندكم درايه باسعارها، بطعمها، بكل حاجه. والله بصي يعني بصوا بقفلتها هنفتحها سوا مع بعض، وهنقول اسعارها وطعمها وراينا فيها. فانا مش يعني ان شاء الله السلسله اللي انا عايزه اعملها عن الجبن، او المنتجات اللي تنفع للفطار والسندوتشات والحاجات اللي زي كده، مش جبن بس، جبن ولانش وبيفي وحاجات زي كده. فزي ما قلت لكم الجبن فيها كتير، يعني جبن علب، جبن مثلثات، الجبن الرومي بانواعها، في حاجات كتير قوي قوي قوي. عايزين احنا نغطي تغطيه كامله عن جميع انواع الجبن اللي موجوده في مصر ان شاء الله. تمام. فانا زي ما قلت لكم انا رحت جبت جميع انواع الكيري. تمام. مش العلب، الكيري السايبه اللي في كارفور. تمام. فيلا بينا ندوقه بقى ونشوفه مع بعض. معانا ايه حاجه كده هنتكلم عنها. ماشي. ومعانا طبعا الرغيف بتاعنا صديقنا اللي في كل الفيديوهات. اللي شافني في الفيديو بتاع التونة هيعرف ان الاخ ده ما بيسيبنيش. تمام. يلا بينا نشوف مع بعض. نبتدي من اللي منا، ممكن يكون هو عندكم شمالكم، بس انا هنجي انا يميني. تمام. معانا هنا كيري بحبة البركة. شايفين اهو منظر حبة البركة موجود، مش عارفة هو ظاهر عندكم الفوكس بتاع الكاميرا؟ ايوه باين اهو موجود. تمام. دي كيري. الكيلو عامل 80 جنيه، 81 جنيه. تمام. الكيلو ب81 جنيه. يلا بينا نشوف مع بعض. هي زيها زي اي جبنه يا جماعه، يعني سعرها زي اي جبنه. ما هي الجبنه البيضه برضو السايبه ب80 جنيه. يلا بينا بقى نشوف مع بعض. اوه اهو زي ما انتم شايفين كده اهي حبوب حبه البركه، حبوب. خدتوا بالكم من حته حبوب دي؟ انا عايزه ادوق الاول كده من غير عيش. اللي بيحب حبة البركة هيحب طعمها. هي جري جد يعني سادة، ما فيهاش اي حاجة، هي بس متضاف عليها حبة بركة. انا واحدة من الناس انا طبيعي ما بحبش حبة البركة. تمام. فعشان كده ممكن يكون الطعم بالنسبة لي صعب، انا ما بحبش اقرش حبة البركة. بس هو كطعم، هو كطعم سادة يعني عادي، يعني كيري. تمام. ناخده كده اللقمة من العيش بتاعنا كده، ونقوموا ايه مغمسين كيري بحبة البركة. مم. كده مش كوبايه شاي بلبن. امم لا يا جماعه، حلوه قوي، حلوه قوي قوي. طبعا احنا هنرقم الترتيب بتاعنا في الاخر. تمام. يلا نشوف اللي بعده. معانا ايه. دي سبريد رومي، الكيري بالرومي. طيب زي ما انتم شايفين كده اهي، فيها حبوب الرومي من فوق،
مش عارفه باينه ولا لا. تمام. دي يا جماعه الكيلو برضو عامل 81 جنيه. مفيش حد يساعدني؟ مفيش من مساعده يا جماعه؟ اهو كده ندوق برضو حته كده. تحفه. لا 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 بجد تحفه. لا يا جماعه لازم تجربوا الطعم ده، فظيع قوي قوي قوي، اللي هو بالرومي ده، في قطع رومي مبشوره جواها. لا الطعم فعلا فظيع. الله الله. نجرب بقى بالرومي. لا خرافه يا جماعه، الرومي فظيع، الرومي فظيع. كده تمام. نشوف اللي بعده. دي يا جماعه بقطع الزيتون، الكيلو بتاعها ب73 جنيه اهي، ودي شكلها تمام اهي. يلا بينا ندوق مع بعض. طبعا يا جماعه اللي عايز يجرب ما يروحش يجيب كميه، اللي بيجرب بقى بيروح يجرب ايه في حته صغنططه كده زي اللي انا جايباها كده. انا اصلا ما بجيبهاش والله، انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا طبيعي انا رايحه مخصوص عشان اجيبها لكم. دي ماسكه شويه كقوام عن التانيين. طيب ندوق الطعم. بصوا عامله ازاي. عارفين طعم الزيتون السبريد اللي هو المطحون ده؟ نفس الطعم بس على كيري، يعني كيري بالزيتون. طيب نجرب برضو لقمه كده صغنططه حلوه. صغنططه دي هي فيها زيتون بس مش اللي هو باين قوي، هو المفروم زي ما قلت لكم، هو اللي عاطي الطعم ده. لا جميله. شابو الكارفور بصراحه. شابو شابو. اوه دي بقى عشقي بقى. دي جبنه سبريد اللي هي الكيري بالريكفورد. طبعا انا اي حاجه فيها ريكفورد انا راشقه فيها. تمام زي ما انتم شايفين كده. دي عامله كام يا جماعه؟ دي عامله 88 جنيه كيلو. خلاص. ايوه بقى ايوه بقى، عايزاكم بقى ايه تشجيع من النار كده، وبقى عايزاكم بقى ايه تولعوا اليوتيوب لايكات، عشان انا يعني اقول لكم ايه، خدت حته مشوار عشان اجيب لكم شويه الحاجات دولت. العشق، عايزه اقول لكم الريكفورد دي العشق، انا بموت فيها. يلا بينا ندوق. وفوق كنت بدات بيها على فكره، انا غلطانه انا غلطانه. ايوه على الجمال. فظيعه. لا فظيعه فظيعه. لا اللي عملها مخترع. المفروض والله يعني لو انا بايدي اديله جائزه نوبل. فظيعه. الريكفورد الريكفورد يا لهوي على الجمال. لا فظيعه يا جماعه. امشوا انتوا كده، امشوا انتوا كده. الريكفورد جت، الريكفورد جت. شابو للريكفورد يا جماعه. يلا ومعانا اخر طعم معانا، انا من غير ما افكر كده انا عارفه انا جايبه ايه، طبعا بالبسطرمه. تمام. عايزه اقول لكم ان ريحه البسطرمه من غير ما افتحها يعني بصراحه اهي. تمام اهو ظبط الفوكس بتاع كام. ايوه تمام. دي يا جماعه الكيلو ب91 جنيه. معلش ما بسطرمه، معلش يعني كده اغلى نوع معانا اللي هو البسطرمه، تاني حاجه معانا الريكفورد، وبعد كده يعني وانتوا نازلين بقى ماشي. يلا يلا ندوق بقى ايه البسطرمه. البسطرمه. اوه بقى اوه بقى، عايزه اقول لكم الريحه كل ما بفتح بتطلع عليا اكتر. دي كقوام سايله شويه، سايله عكس الزيتون خالص. الزيتون ماسك،
يعني اي نوع تاني سايل. حبة البركة سايبة قوي يعني يعني سايلة. تقريبا ندوق كده البسطرمة، ريحة فظيعة جدا. طعمها حلو قوي 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 قوي، فظيعة. لعشاق البسطرمة اكيد طبعا هيحبوها طبعا. لا فظيعة بصراحة. يعني انا مش عارفة بجد ارتبهم ازاي لان هم كلهم عجبوني، بس اكتر حاجة عجبتني البسطرمة والريكفورد، كانوا جمال جدا، والرومي. تمام. اهو ندوق كده. فظيعة. لا خليكي انت بالاخر، مش حبة البركة. ودي ايه؟ زيتون. ممكن بقى ايه، نجيب الرومي كده، نجيب البسطرمة كده. تمام. يبقى احنا معانا يا جماعه في المركز الاول الريكفورد والبسطرمه، دول لا منازع، وهم ليهم حق ان هم بصراحه يبيعوهم بسعر اغلى لان هم فعلا جمال جدا جدا. بس انا عايزه اقول حاجه، ان هما في نوعين عندهم بالبسطرمه، في نوع بالقطع بسطرمه زي دي، زي اللي انا جايباها دي، يعني تاكلي بسطرمه في قلب الجبنه. وفي نوع تاني عندهم ببسطرمه طعم، مش قطع بسطرمه. فانا ما استبعدتها، لان طبعا الحاجات الطعوم دي انا ما بحبهاش لانها طبعا مش صحيه طب وليه؟ ما انا معايا طعم البسطرمه الطبيعي، ايه اللي خليني اروح اجيب التاني؟ ممكن عشان ارخص شويه فالناس بتاخده، فانا ما حبيتش ايه اجربه يعني. طبعا معانا زي ما احنا قلنا في المركز الاول الريكفورد والبسطرمه، والمركز الثاني الرومي، ثالث زيتون، الرابع والاخير حبه البركه. تمام. ده كان الريفيو بتاعي النهارده، وانا بصراحه بشكركم جدا، وبستنى منكم ان انتوا تشكروني باللايك والكومنت. تمام. وتحياتي ليكم من قناتي دوقوا ودوقني. دوقي انا اللي ادوق مش انتوا. معلش انا اللي ادوق هحكي لكم، لكن انتوا تدوقوا لا. يلا باي.